تقول أنا قبل يومين دشيت موقع قرأت فيه مقالة بس ناسيها شنو، ذكرني. بس تخيل إذا هو مدموج داخل اللابتوب الآيباد الماك شنو راح يصير؟ نفس ما تو قلت لما أبل نزلوا الأبل انتليجنس مالهم كان هذا الاي اي على الاو اس ليفل، بس طبعا كان موجود للايفونات. بس بالفترة القريبة القادمة كل الشركات راح تدخل الاي اي كاو اس ليفل، فيكون موجود اساسا داخل النظام التشغيلي، راح يكون فاهمك من البداية، من اول ما تشغل الكمبيوتر لين تطفيه وخلاص عارف كل شيء. ترد اليوم الثاني تستخدمه هو عارف انت امس شنو سويت. تساله سؤال تقول له انا امس مثلا كم ساعه اشتغلت، هو عارف كل المعطيات هذه. تقول له انا امس ذكرني الساعه 6 انا كنت اسوي شيء بس ناسيه، يقول لك. هذا طبعا حاليا موجود ابلكيشن مو داخل النظام، موجود ابلكيشن يسوي نفس الشيء، هو ذكاء اصطناعي يسجل الشاشه. فانت مثلا بعد يومين ثلاث تساله تقول انا قبل يومين دشيت موقع قرأت فيه مقاله بس ناسيها شنو، ذكرني. يقول لك إيه انت تقصد الموقع الفلاني، ويعطيك الفيديو ويعطيك كذلك اللينك، فيسهل العمليه. يعني